السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير. النهارده بقى هنعمل يا جماعة طاجن باللحمة والبامية خطير خطير خطير. اول حاجة طبعا معايا حلة على النار فيها معلقة من السمنة وحتتين كده من الدهنة الماعز. تمام. وبعد كده هنزل بقى معايا بصلتين حلوين كده. تمام زي ما انتم شايفين كده نزلنا بالبصل يتشوح مع الدهنة اللي هي اللي انا حطاها وكده، والزيت لحد البصلة لما تدبل خالص. وبعد كده ايه هبدأ انزل باللحمة بتاعتي لما البصلة بتاعتي تدبل. دي اللحمة بتاعتي يا جماعة زي ما انتم شايفين اهيت. هنزل بيها كلها كده واحدة واحدة لحد ما تتشوح كلها مع اللحمة وتنزل الصوص اللي فيها، وهنزل بقى عليها بالبهارات بتاعتي، ورق اللوري، فلفل اسمر، بهارات لحمة لو حابة، مش حابة خلاص، مش اختياري يعني. تمام. انا هنا اكتفيت، عايزه اقول لكم ان انا اكتفيت بالملح والفلفل الاسمر وورق اللوري بس. ما بحبش احط بهارات كتير على الاكل، بحس ان هي بتغير من طعم ايه، طعم الاكل. تمام كده بنات. اول اللحمه بقى ما تبدا هي والبصل يتشوحوا مع بعض كده وينزلوا له صوص حلو كده وريحته تبقى خطيره بقى مع الملح والفلفل بقى وورق اللوري، زي ما انتم شايفين كده هقلبهم تقليبه واغطيهم. واول بقى البصله ايه هاخد بالي طبعا منها كل شويه هقلبها عشان البصله بتاعتي ما تتحرقش من ده. وبعد كده عندي عصير طماطم انا كنت عاملاه وحطاه في الفريزر مجهزاه يا بنات زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه اقول لكم ان الباميه، انا هعمل باميه، الباميه بتحب الطماطم كتير. تمام. بتبقى لونها احمر كده وجميل. الطماطم بتاعتي انا كنت عاملاها وحطاها في الفريزر ومصفياها وكانت جاهزه، صلصه بيور جاهزه. وبعد كده ايه اول ما اتسبكت مع بعض كده نزلت بالميه السخنه بتاعتي. انا مش هنزل بالباميه على طول بعد اللحمه، لان عايزه اقول لكم ان الباميه مش هتاخد سوا، فاللحمه هتستوي والباميه هتفضل، لا سوري، البامية هتستوي واللحمة هتبقى لسه بتشد. فانا سبت اللحمة لما استوت نص سوا وبعد كده نزلت بالبامية بتاعتي عشان بحيث الاتنين يستووا مع بعض. هنا كانت اللحمة بتاعتي استوت نص سوا. بعد كده البامية بتاعتي يا جماعة متفرزة كانت في الفريزر، لسه مشتريش بامية طازة. تمام. كنت مخزنة بامية وكده، فعندي الحمد لله وكده يعني. البامية بتاعتي على طول من الفريزر على الحلة على طول عشان ما تسودش منه. بعد كده نزلت بقى بقرن فلفل بقى اختياري بقى، عايزاه سبايسي عايزاه بارد براحتك انت. تمام. وبعد كده هنزل بمعلقة من الثوم المفروم. تمام. وبعد كده بقى هظبط الملح بتاعي وهسيبهم مع بعض لحد الباميه ما تتسبك خالص. انا هنا عامله الباميه في الحله. زي ما قلت لكم في الاول انا هعمل طاجن باميه باللحمه. الباميه هتستوي في الحله زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هفضيها في الطواجن وادخلها الفرن على درجه حراره عاليه، درجه حراره 200، لحد اما تاخد وش معايا من فوق ويبقى طعمها حلو قوي 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 قوي. هنا انا فضيتها في الطواجن. انا يا جماعه من الناس اللي بتحب الباميه تكون مستويه جامد يعني، فاهمين؟ يعني اللحمه والباميه يكونوا مستويين بس الباميه تكون مستويه، يعني بحبها مهروسه كده. تمام. دقيت باميه وكده هفضيهم في الطواجن وكده، واكون مولعه الفرن طبعا بتاعي على درجه حراره عاليه جدا، على درجه حراره 200 وكده. واول ما يطلعوا بقى كلي احلى طاجن باميه باللحمه. وعملت معاها رز بالشعريه للاولاد، انا دايما بحب اكل الباميه بالعيش. تمام. وعملت معاها بتنجان مخلل يا جماعه، كان الاكل طعمه حلو قوي. شايفين الباميه بتاعت شكلها حلو، ورز بالشعريه بتنجان مخلل، ده العيش يا جماعه. باميه يبقى فيه بتنجان مخلل. شايفين الباميه لونها حلو قوي 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 ازاي. كان طعم اللحمه فيها حلو جدا جدا جدا. لحمه ماعز يا جماعه كان طعمها حلو قوي 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 مع اللحم مع الباميه. والباميه بصوا يا جماعه الباميه دي العيش العيش العيش، بحبها جدا جدا. يلا باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.